بعد غياب طويل عدت إليكم من جديد. لقد اشتقت إليكم كثيرا. حلقتنا اليوم عن مسلسل غرفة لشخصين. ماذا سيحدث في الحلقة السادسة؟ في الحلقة القادمة يجد كل من كاهان ونيلوذر نفسيهما في وسط لعبة خطوبة غير متوقعة. هذه المرة ستكون الأجواء مزيجا من الرومانسية والكوميديا، خاصة مع تصرفات كاهان الجادة والمفاجئة والتي ستثير انتباه الجميع، وعلى رأسهم فريد. ما هي المفاجأة؟ فريد سيصدم من صدق مشاعر كاهان، وفي نهاية الليلة سنشهد أخيرا أول تقارب حقيقي بين كاهان ونيلوفر، ذلك التقارب الذي انتظره المتابعون بفارغ الصبر. المشاعر بينهما ستصبح أكثر وضوحا، لكن في خضم هذه اللحظات الجميلة يبدأ الخطر بالاقتراب. إذا كنت من محبي هذا الثنائي ولا تريد أن تنكسر العلاقة بين كاهان ونيلوذر، أظهر دعمك الآن بإعجاب للفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد أولا بأول. التهديد الأكبر في الحلقة الجديدة سيكون شيتين، فهو يعارض وجود نيلوذر إلى جانب كاهان لأنه يخشى من انكشاف الأسرار المظلمة للماضي. وهنا تبدأ الحقائق في الظهور، بما فيها سر موت عائلة نيلوذر وحصتها في الفندق. كل هذه الأحداث ستؤثر على العلاقة بين كاهان ونيلوذر، وتخلق مسافة بينهما لفترة من الوقت. لكن رغم كل شيء من المتوقع أن يتغلب الثنائي على هذه العقبات معا، فمهما كانت الظروف صعبة لن يتخلى أحدهما عن الآخر. وفي هذه الأثناء تدخل سيال إلى الصورة، وتبدأ بتهديد نيلوذر، ولفترة قصيرة ستخضع نيلوذر لتهديدات، لكن عاجلا أم آجلا سيدرك كاهان الحقيقة. في البداية سيشعر كاهان بالإهانة وقد ينكسر، لأنه سيعتقد أن نيلوذر تخفي عنه شيئا، لكن عندما يكتشف الوجه الحقيقي لسيال سيتحول غضبه إلى تعاطف ودعم لنيلوذر. وهنا نصل إلى نهاية هذا الفيديو. إذا أعجبك التحليل وتحمست للحلقة القادمة، لا تنسى دعمنا بالإعجاب والاشتراك في القناة لتصلك أحدث الفيديوهات فور صدورها. نراكم في فيديوهات قادمة. إلى اللقاء.